طبعا ما فيش واحد فينا ما تعبش وزهق وقرف من كمية الرادارات اللي بقت في كل حتة، وفجأة تبقى نازل من بيتك كده تلاقي رادار في وش البيت متعلق كده على باب البيت، عشان لو نزلت بسرعة ولا حاجة على رجليك يروح ايه لقطك مخالفة تعالى. فاحنا كلنا يعني جبنا اخرنا من الرادارات، فنعمل ايه بقى؟ نساعد بعض. نعمل ايه اول ما تركب عربيتك كده؟ تشد الحزام اكنه حزام بنطلونك. انت بتقدر تستغنى عن حزام بنطلونك؟ لا. تشد الحزام كده اول حاجه من قبل ما تتحرك قدام البيت. ما انت مش عارف بقى، ما انت ممكن يكون في رادار محطوط لك جنب البيت اللي جنبكوا عند عم عبده، وانت لسه ما تعرفش، كنت نايم وهم ركبوه، صحيت الصبح لقيته في وشك. فانت تعمل ايه؟ حط الحزام على طول. اول حاجه الحزام. تاني حاجه، طول ما انت ماشي جوه البلد خليك 60 60، ما تزودش عن 60. طبعا في منازل الكباري بتاعت مدينه نصر دي مش عارف ازاي 60، وهي اصلا العربيه بتبقى نازله لوحدها، بتبقى ماشيه 120 لوحدها طايره من انحدار المنزل بتاع الكوبري. بس ما علينا يعني، هم عايزين كده. انما بقى لو على الدائري او في الطرق الصحراويه المفتوحه 90 و120، لكن جوه البلد خليك 60 لحد ما نشوف اخرتها ايه. اخرتها ايه من الرادارات اللي كل شويه في حته شكل، كل شويه الرادار ده الفلاني، الرادار ده على شكل سماعه، لا الرادار ده طولي، لا الرادار ده على شكل مش عارف دوريه، لا الرادار ده بيصور لا مؤاخذه من ورا وانت ماشي. فيعني ربنا ينجدنا من الكلام ده، عشان الواحد بقى خلاص كل ما يروح سنه يجدد يلاقي 6000 جنيه 7000 جنيه. واحنا يعني مش فان ديزل يعني ماشيين بالعربيات دي. احنا يا دوبك الواحد بيبقى مستعجل، متاخر على شغله، عنده ظرف، جري شويه، ايه المشكله؟ مش بيطير يعني، بس نقول ايه، اهي صفقه.